الحلو اللي اتحداكي انك هتشوفي الفيديو وتقومي تعمليه من سهولته، بس اللي لسه ما تعرفوش ان هو في الفرن هيقلب عندك ريحة البيت حرفيا. اللي بتحب القرفة هتعشق الوصفة دي جدا. عجينة ناجحة جدا، هشة جدا جدا، وبجد مش هتندمي انك جربتي الوصفة دي. هشة جدا ومقرمشة وكمان بتدوب في البق. يلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. بس يا ريت ما تنسيش تدعميني بلايك، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي يا ريت تشرفيني باشتراكك، ولو اول مره بتشوفيني انا اسمي سعاد. عندي هنا نص كوبايه من الحليب، عليهم نص كوبايه من الزيت، ونص كوبايه من السمنه. والمكونات بتاعتي هنا كلها بدرجه حراره المطبخ، والكوبايه اللي بعاير بها المكونات لازم تكون واحده. وحبتين من البيض برضو بدرجه حراره المطبخ. وطالما حطينا بيض يبقى لازم نحط فانيليا، ظرفين 3 كده من الفانيليا. وهبتدي ان انا اخفق المكونات بتاعتي كده مع بعض لغايه ما الزيت والسمنه يختفوا من على الوش. يبقى الخليط بتاعي كله متجانس تماما بنفس الشكل كده. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، والمكونات السائله اللي احنا حطيناها دي كلها بتكفي نص كيلو من الدقيق، ان شاء الله مش هتحتاجي تزودي دقيق خالص. هنا النص كيلو من الدقيق عباره عن 4 كوبايات من الدقيق بالكوبايه المعياريه، وزنها حوالي 250 مللي. معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره كده مليانه. وهبتدي ان انا اقلب بقى لغايه ما دي يختفي. انا مش بعجن خالص، مش هعجن خالص يا بنات. هبتدي ان انا اقلب كده لغايه ما دي يختفي وبس. هحط الدقيق بتاعي على مرحلتين، حطيت اول جزء يعني اول كوبايتين في الاول لغايه ما اختفوا، وهنزل بالكوبايتين التانيين. هشيل بقى الاسباتيولا وابتدي ان انا كده الم العجينه بايدي لغايه ما الدقيق كله يختفي. عايزه اقول لكم العجينه بسم الله ما شاء الله طريه جدا وحلوه في نفس الوقت، ما بتشققش وبتشكل معايا بمنتهى السهوله. طبعا هتقولوا ما حطيتيش السكر ونسيتي السكر، لا انا ما نسيتش السكر خالص. بالعكس انا بكتفي بالطبقه الخارجيه او الغلاف الخارجي اللي احنا هنعمله، عشان هنعمله بالسكر والقرفه. حابه تعمليها كمان محشيه بالعجوه، يبقى مش هتحتاجي اصلا سكر من جوه خالص. لو بتحبي السكر مظبوط يعني بتحبي طعم السكر باين في الحاجه، هتحطي معلقتين كده كبار من السكر البودر. بتحبي السكر يكون طعمه مش واضح قوي، تكتفي بالغلاف الخارجي. هنا عملت اختبار للعجينه، خدت كده حته صغيره كورتها بين ايدي وعملت بصمه ما شققتش، يبقى العجينه بتاعتي تمام قوي. هنا بقى هقول لكم هنعاير او هناخد كده قطعه عجينه قد ايه. دي معلقه معياريه، دي وزنها حوالي او يعني بتاخد حوالي 15 ملي. لو عندك اي معايير يعني هتلاقي المعلقه دي بينهم. لو ما عندكيش بتاخديها بحجم الليمونه كده المتوسطه، مش الكبيره ومش الصغيره. وهنعملها كده رول رفيع كده على ايدينا زي الصباع. والرول ده ما يكونش تخين قوي ولا يكون رفيع قوي، لانه كمان نعمل حسابنا ان احنا حاطين بيكنج باودر، فهينفش كده معايا في الفرن شويه. بصوا حجمه كده، وبنعمله بشكل الهلال كده شويه. مش بنخلي الصباع طويل، تقدري تشكليه بالطريقه اللي انت عايزاها، بس دي الطريقه المتعارف عليها في عيلتنا يا جماعه. بنشكله بنفس الشكل كده، يعني ده الشكل اللي احنا عارفينه للوصفه دي. اللي تعرف اسم الوصفه ايه تبعت تقولي في كومنت. بصوا حجمها انا كمان صغرتها عن كده، دي يعتبر قد الليمونه الكبيره، لا انا خدت قد الليمونه الوسط، مش كبيره ومش صغيره. بضغط عليها بايدي كده شويه عشان اخلي سطحها كده من بره متساوي، وبرولها بايدي لغايه ما تبقى على شكل صباع كده، مش رفيع ومش تخين. وببتدي اديها شكل الهلال بنفس الشكل كده. الصينيه بتاعتي مش مدهونه اي حاجه خالص، وكمان الفرن بتاعي مسبق التسخين، يعني انا دلوقتي مولعه الفرن وسايباه يسخن. يعني كل فترة كده واحنا بنشكل بنقلب العجينة بايدينا، عشان لو السمنة او الزيت كده نزلوا كده في البولة ندخلهم جوه العجينة تاني. المهم انك تتأكدي ان الصباع اللي انت عاملاه او الرول كده بتاع العجينة يكون متساوي من بره، عشان بعد التسوية شكلها يكون كويس كده، ما تبقاش متعرجة. بصوا انا اهو بلم العجينه عشان لو في اي زيت او سمنه يدخل جوه العجينه تاني. بصوا انا خلصت اهو الكميه، عملت لي ما شاء الله الصاج ده وصينيه كمان صغيره. الفرن بتاعي مسبق التسخين على درجه حراره 170 او 180. لو الفرن بتاعك حامي يفضل تخليه على 170. بتقعد حوالي من 30 ل 35 دقيقه على الرف الوسط لغايه ما ياخد لون كده من تحت وبسيط، لون بسيط جدا من فوق. هنا بقى هنعمل الغلاف الخارجي بتاع البسكوت او الطبقه اللي هنغلف بيها البسكوت. عباره عن ايه؟ كوبايه او كوبايه ونص كبار من السكر البودر، عليهم معلقه ونص او معلقتين كبار من القرفه. انا حطيت معلقه ونص، حسيت ان هي محتاجه قرفه فحطيت نص معلقه كمان. يعني حطيت معلقتين من القرفه على كوبايه ونص من السكر. اول بقى البسكوت بتاعي ما هيطلع من الفرن
هنحطه على طول في السكر والقرفه ده، خليط السكر والقرفه، عشان يتشربوا ويثبت عليه. ما يعني لو سيبناه برد السكر والقرفه مش هيثبتوا على وش البسكوت. اللي تعرف اسم الوصفه ايه تبعت لي في كومنت، انا مش هقول لكم اسمه دلوقتي، انا مستنيه اسمعها منكم في كومنتات. بصوا كده بالراحه خالص بايدينا نعمله، ونخلي بالنا عشان البسكوت لسه يعتبر خارج طري من الفرن شويه، فعشان ما يتكسرش مني. بغلفه بنفس الشكل كده، وبحطه بقى على طبق التقديم بتاعي بنفس الشكل. ونخلي بالنا عشان السكر والقرفه من كتر ما هنشيل فيها هتلاقيه كده بينزل من على البسكوت، فنخلي بالنا وننقله بحرص. وده كان شكله. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، واللي تعرف اسم الوصفه ايه تبعت وتقولي في كومنت، واللي تجرب الوصفه وتعجبها برضه تبعت وتقولي رايها ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.